احكي لكم على مواقف وعلى ارقام لعيبه جت بيها. خد بقى التقيله، مضوا على رقم وخدوا رقم. مضوا على رقم وخدوا رقم. لعيبه كبار، المفروض انهم كبار. هحكي على كل حاجه، واللي على راسه بطحه يحسس عليها، لان دي بلدنا. وانا ليا راي في الظروف اللي احنا فيها دي. كنت سامع النادي الاهلي عايز يزود المحترفين. يا سلام، 8 لعيبه في الملعب. ده بتاع ايه ده؟ هو انتوا عارفين تطلعوا رجل لعيب الاول؟ يا ريت نوقف في الشارع. انا لو مسؤول 2 لعيبه في السنه، المحترفين 2 بس، عشان اربي واطلع، مش اقبض. اربي واطلع غير ان اقبض. واللي عايز يفهم يفهم. هنقول زي ما كان في مسؤول كنت معاه الاسبوع اللي فات، فبنتكلم في اللي انا بتكلم فيه. فبيقول لي طب يعني احنا ممكن نجيب ادله او نجيب بتاع. قلت له خلاص يا فندم، يبقى ان اللي يسرق نمضيه ورقه انه سرق، واللي يرتشي نمضيه ورقه انه ارتشى. لكن في حاجه تانية، من اين لك هذا؟ بس لما هنحارب ده، الفساد اللي في الكوره ده، هيبقى عندنا كوره بجد. لما نربي من تحت يبقى في اساس، هيبقى عندنا لعيبه كوره بجد. لما نبطل مصالح، هيبقى عندنا كوره بجد. لما نبطل مجاملات في الاتحادات وفي الكلام ده، هيبقى عندنا كوره بجد. لما كل واحد يحاسب الكبير قبل الصغير، هيبقى عندنا كوره بجد. مش ده الاهلي والزمالك في سكه والغلابه يعني في سكه تانية. وعايزين يبقى عندنا كوره منين؟ وعندنا مثل صارخ، السعوديه يا جماعه. احنا فين؟ ويا رب ابقى يعني حجر، مش الحجر اللي عليه اسماء عندنا في النادي الاهلي، حجر لمصلحه مصر، حجر من غير مصالح، حبا في تراب البلد دي. حبا في تراب البلد دي، مش حبا في تراب ده. انا ما بعرفوش ده. اشوفكم على خير. السلام عليكم.